ننتقل الآن إلى مراسيم التتويج كما نشاهد من خلال الصورة. ننتقل إلى هناك احتفالات وأيضا ألعاب نارية، لكن في نفس الوقت هناك تتويج للفائزين. في البداية حكام المباراة والذين كانوا أدوا هذه المباراة بشكل جيد. الحكام من مصر كل من جهاد جريسة، أيمن جيش، وأيضا أحمد حسام طه. إذن كما تشاهدون نتابع مراسيم التتويج بالنسبة لهذه المسابقة، مسابقة. إذن كما تشاهدون أولا تتويج نادي العين بالمركز الثاني أمامكم، أو المركز الأول كما نشاهد لاعبي فريق العين، ويتوجهم الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد بن هزام. الوداد الذي احتل المركز الثاني في هذه المسابقة كما قلت، لأن حتى تبادل الأقمصة ما بين لاعبي الوداد ولاعبي العين بروح رياضية، حتى أنه كما قلت كان هناك تلاحم بين الفريقين. يعني لاعبي الوداد الآن أغلبهم بقميص العين، والعكس صحيح في هذا التتويج، في هذا الحفل الكبير الذي نظم بمناسبة أول كأس للصداقة، كأس الإماراتية المغربية. لاعب الوداد البيضاوي الذي يحتل المركز الثاني والجائزة الثانية بهذه المناسبة. وتصاحب مراسيم التتويج إطلاق الشهب النارية كأن إذن باحتفال كبير كما نشاهد في مدينة الدار البيضاء بهذا اللقاء الأخوي بين الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا في المملكة المغربية. إذن كما نشاهد لا زالت مراسيم تتويج لاعبي الوداد البيضاوي المنهزمين، وأيضا الأطر التدريبية والطبية. فريق الوداد البيضاوي كما قلت وهو من الفرق العتيدة المغربية، الفريق الذي أحرز على 18 لقبا في الدوري المغربي. إذن كانت مباراة جيدة، مباراة قوية، وكانت فيها 6 أهداف بالإضافة إلى ضربات الجزاء الترجيحية، وخلالها حسم فريق العين الموقف. فتعليق على هذا الحفل وعلى هذا التتويج رشيد الدودي حتى نعود إلى المباراة. تتويج مستحق لفريق العين، هو اللي استغل الضربات الترجيحية وفاز بها. على العموم المباراة دازت في حضور رياضي هائل، والجمهور استمتع ب6 أهداف في المباراة، هذا هو الأهم، أنه الجمهور استمتع. ولو المباراة ما كانتش هذاك الطابع اللي أول بداية الموسم، أول مباراة للفريقين ما ظهروش بالمستوى ديالهم، اللي خاصهم يظهروا فيه، هو مستوى لا بأس به. كل 20 دقيقة تنشوف فريق تيفرض الوجود ديالو، بعدين 20 دقيقة أخرى تيغيب على الجمهور هذا، والفريق الثاني ياخذ المبادرة. هذه بداية الموسم، نتمنى على الفريقين حدوث بطولة الدوري الإماراتي وبطولة المغرب وفي كأس آسيا وفي كأس القطارة. محسن ذبح هنيئا لفريق العين واستحق هذا الفوز، واعتقد ان هذه النتيجه ستعطيه نفس جديد في نهايه التجمعات التي قام بها، والتي كانت هناك سلسله من النتائج السلبيه. اليوم يحقق الفوز باول لقب في كاس الصداقه الاماراتيه المغربيه. حقيقه ان المباراه اليوم هي ثمار المعسكر، صحيح ما تبحث عن النتائج الايجابيه بشكل اكبر في المعسكر، ولكن استفاد من المباريات اللي خسرها المباريات قويه، واليوم شاهدنا اصرار وقوه واستفاده من قبل الفريق من ناحيه التحدي الذاتي، من ناحيه وجوده في المباريات الرسميه تستمر، هاي وديه لكن دوليه رسميه ايضا، والاستفاده من الحضور الجماهيري الممتع اللي بالفعل اعطى حلاوه واضافه لمستويات الفريقين. وحقيقه العين لابد انه يستفيد من نهايه المعسكر بالمباريات هاي، واعتقد ان اليوم اثبتت مباراه الوداد ان مثل هذه المباريات الفرق مساله الاعداد، مساله حضور فرق، لانك تقابل فرق عنيده، تقدر ترجع من المباريات، تقدر تفرض اسلوبها. فاعتقد الاستفاده نادي العين من هذه المباريات استفاده
كبيره جدا. لاحظنا في اصرار في تقلبات في المباراه، كيفيه التعامل، تغيير المدربين للطرق. فاعتقد ان شكرا للفريقين على الاداء الجميل اللي قدموه. والصوره الاولى بالنسبه لكاس الصداقه اللي بتعطي ايعاز للبطولات القادمه بشكل ايجابي، ولكن ايضا نادي العين راح يستفيد من هذه المباراه استفاده اكبر. هذه المباراه تقدر بالمباريات اللي لعبت، مو بشز ان المباريات اللي هناك خسرها العين، لا، لان قدم نفسه بشكل ايجابي. شاهدنا اللاعبين في تغيرات في مجريات المباراه، قدروا انهم يستطيعون يتعاملون مع المباراه. فاعتقد الايجابيه مهمه في هذه المباراه. اذا نصل الان الى اللحظه الحاسمه، لحظه التتويج بلقب اول لقب لكاس الصداقه، وكما تشاهدون الفوز بالمبلغ الذي خصص من قبل الراعي الرسمي لهذه المنافسه شركه القدره القابضه الاماراتيه للفائز الاول. المركز الثاني كما نشاهد الوداد، والنقاش يستلم هذا الشيك والمخصص من قبل شركه القدره القابضه. والهدف اكثر واسمى من هذا الشيك هو التنافس والتاخي والمشاركه في هذه المسابقه. اذا هذه صوره تذكاريه لفريق الوداد. والان المركز الاول نادي العين، وكما تشاهدون الذين يتوج بلقب الدورة. وفي الصورة الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، والسيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يكرمان نادي العين والوداد البيضاوي في هذه المناسبة، مناسبة أول كأس للصداقة المغربية الإماراتية. وأعتقد أن هذه المنافسة كانت ناجحة بكل المقاييس. التنظيم ولا من ناحيه المباراه قدموها لنا الفريقين، فهو الحمد لله ناجحه الدوره هذه، ونتمنى على الله في الدوره القادمه تكون ناجحه اكثر، وكل مره يدخلوا يزيدوا ويستافدوا من الدورات اللي سبقات. حققت استفاده كبيره جدا من ناحيه اللاعبين في هذه المباراه، اعطت صوره كبيره جدا فنيه حقيقه، سواء من ناحيه الان الكاس الصداقه تنظيميا ممتازه جدا، ايضا من ناحيه تعامل مع الاعلام ممتازه جدا، من ناحيه اعطاء الصوره الحضور الجماهيري الاساسي في هذه المباريات والبطولات هذه. الجمهور هو ملح المباريات، ملح الملعب، فاعطى صوره ممتازه، اعاز ممتاز جدا. فاعتقد انه كاول بطوله الكاس الصداقه ان يحرزها نادي العين فرض نفسه ايضا في زعامته حقيقه على المستوى سواء الخليجي الاسيوي الان على المستوى الافريقي. فاعتقد ان نادي العين راح يستفيد من هذه المباراه بشكل كبير. اذا كما تابعنا تتويج فريق العين باول لقب لكاس الصداقه الاماراتيه المغربيه في هذه المناسبه، وكنا قد تابعنا معكم مراسيم التتويج. رشيد الدودي، يعني مثل هذه المسابقات استفاده، راينا نجاحا كبيرا جماهيريا، حضور اكثر من 60,000 متفرج.